بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان الدستور السري الذي يحكم العالم. هذا الدستور يحكم كل دول العالم. تسمي نفسك مصر، تسمي نفسك تركيا، المغرب، الجزائر، أمريكا، بريطانيا، الهند، الصين، هو دستور واحد. وكل ما يقول أساتذة القانون الدستوري وكليات الحقوق كل هذا الكلام لا قيمة له، سنجد أنه دستور واحد. وبالدليل أيضا ما يقال عن الحداثة وما بعد الحداثة والعلمانية في فرنسا وعصر التنوير، سنجد أن كل هذا الكلام أيضا لا معنى له. تعالوا نبدأ ونرى هذا الدستور الذي يحكم كل البشر حاليا. اسمهم مسيحيين، اسمهم يهود، اسمهم مسلمين، اسمهم علمانيين، ملاحدة، لا فرق. تعالوا نبدأ ونرى. نبدأ أولا من هذه الخريطة. هنا يا جماعة احنا عندنا دول مختلفة. الزنا في أمريكا إيه؟ مباح. وفي أمريكا لا يوجد حلال ولا حرام، والخمر حلال إلى آخره. وفي أمريكا يدرسون في المدارس إيه؟ إن الإنسان كان أصله قرد، ونظرية داروين، وإنه لا يوجد إله خلق الإنسان. الكلام ده كلام خرافات موجود في الأديان. ننتقل إلى تركيا. تركيا تقول لك احنا عندنا ثقافة خاصة بنا وهوية تركية خاصة بنا، نحن دولة علمانية جمهورية. ويعني الإسلام ده احنا اكتشفنا، يعني ده اللي حصل يعني لما لغوا الدولة العثمانية، ان الإسلام والشريعة دي تخلف. طب بما أخذتم؟ قالوا أخذنا الزنا حلال، الخمور حلال، ممنوع فكرة ان الله خلق الإنسان والكلام ده، دي خرافات أصلا هو فيها الله، يعني لا تدخل هذه الخرافات. وإنه الإنسان أصله قرد، أو كما يدرسون لهم في المدارس التركية أن الإنسان إيه؟ حيوان. الإنسان حيوان. الله يقول لقد كرمنا بني آدم. لكن في الدستور الذي يحكم العالم إيه؟ أن الإنسان حيوان. طيب تذهب لمصر، إحنا بلد إسلامي بقى، الدستور بتاعنا عندنا الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. تجد الزنا حلال والخمور حلال، وكانوا يدرسون لنا في المدارس نظرية داروين. في تركيا الرئيس التركي أردوغان حذف نظرية داروين من المدارس، لكنه لم يدخل نظرية الخلق، لأننا كمسلمين نؤمن أن الله خلق الإنسان والله خلق الكون، وفي حلال وحرام، لكن هذا لا يدرس. يعني هي إيه؟ تركيا أصبحت لا تدرس هذا ولا ذاك. طيب تذهب إلى المغرب، يقول لك نحن نظام ملكي، احنا دولة ملكية بقى، واحنا مختلفين خالص عن تركيا، لكن تجد الزنا حلال والخمور حلال ونظرية داروين. تذهب إلى الصين، اليابان، الهند، كل هذه الدول وغيرها باستثناء أفغانستان، لأن الرئيس الأمريكي بايدن قال أفغانستان هي المكان الذي نسيه الإله، وهو صادق فيما قال، ولكن أي إله يقصده بايدن. فهتجد الزنا والخمور ولا يوجد الله، أو لو فيها الله لا تأتي بذكره، أو لا تقل أن الله خلق الكون. والجامعات في أمريكا، الجامعات في المغرب، الجامعات في مصر، الجامعات في تركيا، الجامعات في الصين، في الهند، كلها في الأبحاث العلمية لا تتحدث في أي كتاب علمي عن تدخل إلهي في خلق الكون أو في خلق البشر. فأنت أمام دستور واحد يحكم كل العالم. هذا الدستور حضراتكم مكتوب في كتاب في التاريخ الإسلامي اسمه البدء والتاريخ، تأليف مطهر بن طاهر المقدسي، الجزء الخامس. توفى سنة 355 هجري، يعني هو مولود مثلا 300 هجري، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب 300 سنة. كتب عن العقائد والأديان الموجودة. كانوا علماء المسلمين في تلك الفترة يعني يؤلفون من هم المسلمين، من هم المسيحيون، من هم اليهود، من هم الشيعة. يعني يريدون أن يقول الاعتقاد الإسلامي وما خارجه ليس اعتقادا إسلاميا. يعني بالضبط كده بيعملوا إيه؟ زي كما إن الدول بتعمل حدود والسياج وفي شرطة، يعني اللي داخل هذه الأرض تبعنا يحمل جنسياتنا وما خارجها أجنبي. فكان في تلك الفترة فترة التأليف في العقائد، هتجد بقى كل علماء المسلمين كتبوا في العقائد في تلك الفترة. فكتب: وأما السبائية فإنهم يقال لهم الطيارة، يزعمون أنهم لا يموتون، وإنما موتهم طيران نفوسهم في الغلس. السبائية هم جماعة بشرية من اليهود الصديقيين. اليهود الصديقيين لا يؤمنون لا بجنة ولا بنار، ويقولون ألغينا التوراة وأبحنا الزنا والخمور والمخدرات وكل حاجة.
يعني ما اعتقادات يهود الصدوقيين، وهنأتي لماذا اسمهم الصدوقيين، هي الدستور الذي يحكم العالم الآن. فهم يقولون لا يوجد لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حاجة، عكس اليهود المتدينين أو اليهود الفريسيين. وهنأتي لهؤلاء لهذه الفرقة. طب هذه الفرقة يقولون إيه؟ نحن لا نموت. طب لما بتموت بيحصل أين تذهب؟ تذهب إلى الجنة والنار؟ يقولون لا جنة ولا نار. ماذا؟ يقولون نصبح طير في السماء. ولذلك في الأفلام كلها عندما شخص يتوفى، فيلم أمريكي، فيلم تركي، فيلم مصري، فيلم مغربي، فيلم فرنسي، فيلم هندي، فيلم صيني، أول ما بيجيب لك واحد يموت بتطلع منه إيه؟ حمامة رفرف، اللي هو إيه؟ السبعية. طب السبعية دول ماذا فعلوا؟ السبعية عملوا انقلاب عسكري على سيدنا عثمان بن عفان، وسيطروا على الحكم وقتلوا سيدنا عثمان، ثم نصبوا سيدنا علي خليفة، ولم يكن يعرف عقائدهم بالمناسبة يعني. المهم، وبعد ذلك أسقطوا الصيام، وحصل بينه وبين سيدنا علي مشاكل، ثم في النهاية قتلوه. يعني قال له تبطل لنا القرآن وتبطل الصلاة والصوم، رفض. المهم سنأتي على عقائدهم. يعني احنا خلال العرض هنتناول الأدلة المادية على وجودهم، مش وجودهم، وجود عقائدهم. أما وجود عبد الله بن سبأ زعيمهم قائد الانقلاب، فاكتب على اليوتيوب صبر مشهور عبد الله بن سبأ، هتجد الأدلة المادية على وجود عبد الله بن سبأ شرحتها. واكتب على اليوتيوب صبر مشهور مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ستجد أيضا كيف جرى قتل عثمان بن عفان والانقلاب الذي حدث. طيب نكمل. يقولون أيضا أن علي بن أبي طالب لم يمت، وأنه في السحاب، وإذا سمعوا صوت الرعد قالوا غضب علي. يعني سيدنا علي موجود فين؟ ليس في القبر ولا في التراب في النجف في العراق يعني، إنما هو بيطير فين؟ في السماء، ومعه سيف في السماء. وباقي الفكرة إن هو جسمه نيراني ومعه سيوف وبيقتل وبيعمل إلى آخره. هنا في كتاب رسالة الرستباشية في أصول العقيدة النصيرية، تأليف الخصيبي، مولود 260 هجري، متوفى 346 هجري. الخصيبي كان يعيش في نفس الفترة الزمنية اللي بيعيش فيها ابن طاهر المقدسي اللي احنا عرضنا لكتابه. وهذا من علماء أو من الكهنة أو من كبار رجال الدين عند الشيعة النصيرية. الشيعة النصيرية اللي هم حكام سوريا الآن، اللي منهم بشار الأسد، وهذه عقيدتهم. فهو بيتحدث إن سيدنا علي موجود في السماء ومعه سيف وبيعمل وكلام من هذا وبيقتل إلى آخره. فبيتحدث إن الملائكة بتهرب من السماء أفواجا ومواكب، لأنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب موجود في السحاب، وفي يده سيفه ذو الفقار، ودي من الأساطير السبعية يعني، يقطر دما، والملائكة تنزل أفواجا ومواكب قبل نزوله، وبعدين نزل وجلس في الدار إلى آخره. وبعدين سيدنا علي هيكلم الموجودين فيقول إن أنا فطهرت هؤلاء الملائكة بسيفي في الملأ الأعلى. يعني سيدنا علي بالسيف كان قاعد يقتل الملائكة، فهو جسمه نوراني معه سيف ويطير في السماء. احنا سنكتشف انه مرة يكون اسمه سيدنا علي، مرة يكون اسمه سيدنا محمد، عند طائفة البرلوية اللي موجودين في باكستان حاليا، واللي منهم اللي حاول يقتل عمران خان، والذين قاتلوا الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وأفتوا الدولة العثمانية كافرة. وهنأتي إلى من هو الشخص اللي في السماء محارب النور هذا، من يكون. حضراتكم هنا ملكة جمال أوكرانيا، هي خرجت في زي محارب النور، ده موجود في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، كل العالم محارب النور. كما تشاهدون بترتدي ملابس بيضاء لها أجنحة وطالعة بسيف، وعلى رأسها كما تشاهدون ما يشبه قرص الشمس. طب إيه محارب النور؟ بتحارب الظلام. من الظلام؟ روسيا، بوتين، لأن هو يقول نحن مسيحيين أرثوذكس، وإحنا ضد الشذوذ الجنسي، ونحن مع الأسرة ومع الإنجاب، وإن الرجل رجل وامرأة امرأة. هو بوتين مع الزنا حلال وكل حاجة، بس هو يعني هو موافق على 50% من طلباتهم ورافض 50%. فهي هنا بتحارب الظلام. ولذلك دائما في الأفلام والمسلسلات ماذا يطلق على الإسلاميين؟ يطلق عليهم الظلاميين. ودائما لما يكون المقاتل ملحد، مثل مثلا حزب العمال الشيوعي الكردستاني اللي موجود في تركيا، يقولون دول محاربين من أجل الحرية. وهؤلاء التنويريون، مش يقول لك فلان هذا تنويري، عصر التنوير في أوروبا اللي هو محارب النور. فهتجد أنه محارب النور هنا بقى اسمه ليس علي بن أبي طالب، ده اسمه، ده هو في كائن لكن اسمه بيتبدل من ثقافة لثقافة، لكن هو كائن واحد.
وهنا حضراتكم كما تشاهدون دستورة أخرى لملكة جمال أوكرانيا. وهنا حضراتكم أدي الصورة مقربة، وهتجدوا على رأسها تاج، والتاج فيه أشعة وشمس. طبعا ده بيترتب عليها أمور في الدساتير وفي القوانين. وهنا محارب النور كما تشاهدون بجناحين ومعه سيف إلى آخره، يعني نفس الوصف الذي أعطي لسيدنا علي في الرسالة الرستباشية هو نفس الوصف اللي يعطيه البرلوية، وهيقولوا دول مسلمين سنة في باكستان. وهنا هتجدوا في مصر مغني اسمه إيمان البحر درويش عمل ألبوم أغاني اسمه إيه؟ أنا طير في السماء، بيتحدث مع البنت اللي بيحبها. طب أنت يا عم الحاج، إحنا ثقافتنا عربية. العربي لما يحب يعني يقول لمحبوبته الفتاة التي يحبها يقول لها أنا فارس أنا شجاع. وعنترة بن شداد يقول لعبلة التي كان يحبها إن رأيتك والرماح تنهل مني وبيض الهند، يعني السيوف الهندية الحادة تقطر من دمي. فأنا يعني بقى قاعد كل السيوف بتقطع في سيوف الأعداء، ورغم ذلك في هول هذا الموقف لم أنساك. لكن عنتر لم يقل أنا طير أبدا. إنما أنا طير دي جت منين؟ جاءت من عبد الله بن سبأ، وجاءت من صدوق الكاهن اللي هو في بني إسرائيل كما سنأتي. وذلك هنا الطفل المغربي اللي مات في بئر تحت الأرض ماذا قالوا؟ رسموه بنفس المشهد إنه طير في السماء. وأيضا حزب العمال الشيوعي الأرميني الذي يدعي القومية الكردية ماذا يقول لما واحد منهم يقتل؟ يقولون إنه أصبح طير في السماء. نحن لما واحد يموت نقول إيه؟ ربنا يرحمه، يا رب ادخله الجنة، هو في الجنة الآن بإذن الله. لكن الشيعين والملاحدة ماذا يقولون؟ يقولون ذهب إلى النور، أو ذهب إلى الضوء، أو المجد والخلود للشهداء، لا يقولون الجنة للشهداء. كل هذه عقائد عبد الله بن سبأ، وهو أخذها من الكهنة عند بني إسرائيل في مملكة سيدنا سليمان كما سنعرض الآن. هذا هو الأساس الفلسفي أو النظر إلى هذه العقيدة. هيترتب عليها أمور عملية: إباحة الزنا، إباحة الخمور، الشيوعية، الضرائب اللي بتفرض ل 40% إلى آخره. نرجع لكتاب البدء والتاريخ لتأليف ابن طاهر المقدسي اللي احنا تحدثنا عنه، توفى 355 هجري. فيتحدث عن فرقة اسمها القرامطة. القرامطة طبعا اسم أعدائهم، لكن هم اسمهم الشيعة الإسماعيلية. السبائية بعد ذلك سيسمون أنفسهم الشيعة، ثم سينقسمون، يبقى في الشيعة الجعفرية والشيعة القرامطة أو الاثنى عشرية إلى آخره. لكن هم يقولون، تعرف هم يقولون نحن أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن أصحاب الدم المقدس، نحن أحفاد الحسين. الحسن له، الحسن مغضوب عليه من كل الفرق الشيعية، ولذلك دائما تجد كل اللي يقول لك أنا جد الحسين تعرف أن خلفه مصيبة. هذا في التاريخ الإسلامي كله، في الآخر يطلع من نسل صدوق الكاهن اللي هو في بني إسرائيل يعني. طيب، فيجي القرامطة دول اسمهم الشيعة الإسماعيلية. ونأتي لماذا اسمهم الإسماعيلية. إسماعيل واحد من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينجب، ولكن قالوا احنا من نسله. طيب، ماذا يقولون؟ القانون بتاعهم يقولون أن نساء بعضهم لبعض حلال، يعني الراجل يزني بزوجة صديقه، يتبادلون الزوجات، بيزنون في كلهم في بعض، رجالة في نسوان في أطفال كله. وكذلك أولادهم، يعني زنا الأطفال. وأبدانهم مباحة من بعضهم البعض، لا تحضير بينهم ولا منع. فهذا عندهم محض الإيمان، هو ده كده أنت مؤمن. حتى لو طلب رجل منهم من امرأة نفسها أو من رجل، يعني سواء رجل عاوز يزني بامرأة أو يمارس الفحاشة مع رجل آخر، أو من غلام أو حتى من طفل، فامتنع عليه فهو كافر عندهم. نسميه إنه راجعي متخلف ماسك بالشريعة الإسلامية والكلام ده، يعني خارج من شريعتهم اللي هو القانون بتاعهم أو الدستور بتاعهم. وإذا أمكن من نفسه فهو مؤمن محاسن فاضل، والمفعول به من الرجال، يعني الرجل اللي بيتركب يعني، والنساء أفضل عندهم من الفاعل، حتى يقوم الواحد منهم من فوق المرأة التي لها زوج وليست بمحرم فيقول لها طوباك يا مؤمنة، يعني يزني بها قدام زوجها، وبعدين كده هو إيه؟ عظيم جدا. وهكذا يقولون للرجل والغلام إذا أمكن من نفسه. وكذلك أموالهم وأملاكهم لا يحظرونها مباحة فيما بينهم، يعني عندهم اشتراكية شيوعية، يعني هم اليساريين، يعني هذه كلها عقائد اليسار في العالم. واليسار الآن بيحكم السود وبيحكم غيرها من دول العالم، وحكم الشيعة. هم أسسوا دولة القرامطة، دولة كبيرة، أسسوا دول في العالم الإسلامي وفي غير الإسلامي، يعني ما الصين اليوم أكبر شيوعية يعني في العالم.
وهي نفس الأفكار على فكرة. وهم في الحرب لا يدبرون حتى يقتلوا، ويقولون حياة بعد القتل والموت، إنما نخلص أرواحنا من قدر الأبدان وشهواتها ونلحق بالنور. في صحفي عندنا مات في مصر وكل الناس أشدت به وقال أنا ذاهب إليك أيها النور أو أيها الضوء. نفس الفكرة بتاع ما هي السبائية بيقولوا احنا بنموت هنطير، وهؤلاء فرقة من السبائية. وهم يرون قتل من خالفهم، لا يتحاشون من قتل الناس ولا عندهم في ذلك شيء يكرهونه. لذلك تجد تنظيم البكك وحزب العمال الشيوعي كل سنة بيقتل في تركيا، والطائرات الأمريكية بتقصف في الأطفال في أي مكان. يعني كل ما أنت، والصين بتعمل ماذا في المسلمين هناك؟ طالما أنت بتخالفنا، المرأة في حاجة اسمها عفة، في حاجة اسمها شرف، في حاجة اسمها كذا، كل هذا مجرم. ولذلك السويد أصدرت قانون إيه؟ قانون جرائم الشرف. يعني إذا أب قال لابنته يا ابنتي أنصحك إنك لا تزنين مع زميلك في المدرسة، يدخل السجن 2 سنين. طيب لو في واحد في السويد أو في كندا أو في أي مكان قال والله أنا معترض على مسألة اللواط بين الرجال، كده هو جريمة كراهية، يدخل الإيه؟ السجن. ده قانون الإيه؟ القرامطة الذي يطبق الآن في العالم كله. هؤلاء حضراتكم السبائية أسسوا دول ضخمة في العالم الإسلامي. فأسسوا مثلا الدولة الفاطمية في مصر 358 هجري، عاصمتها كانت المهدية لأنه بيؤمنوا بالمهدي، ونقلوها للقاهرة وسيطروا على دمشق. أسسوا دولة القرامطة 280 هجري، وسنعود لذلك. والقرامطة سيطرت في فترة من الفترات على مكة والمدينة. وأسسوا دولة البويهيين وسيطروا على بغداد والكوفة. وأسسوا دولة الحشاشين 483 هجري. الحشاشين دول كانوا بيقولوا احنا من نسل النبي. وطبعا اللي هيعمل هدم لهذه الدول مين؟ السلاجقة، هيدخلوا يهدموا الدولة البويهية، وبعد البويهية يخشوا يهدموا القرامطة، وهيشتبكوا مع الحمدانيين وهيهدموها، هيدخلوا في الصدامات مع الحشاشين ولكن لا يستطيعوا القضاء عليهم. هيجي صلاح الدين الأيوبي من شمال العراق اللي هو أصلا تلميذ للسلاجقة ونظام الملك، الوزير المسؤول عن التعليم في الدولة السلجوقية، وهيجي يدخل القاهرة وهيدمر الدولة الفاطمية. والمسلمين البربر من الناحية الأخرى هيدخلوا يهجموا ويدمروا الدولة الفاطمية من الغرب. فالبربر والأتراك هم أحفاد معنويين للدولة الأموية، لأنه كما تشاهدون العالم الإسلامي كله سقط، وجرى إلغاء القرآن في كل حواضر العالم الإسلامي. جرى إلغاء القرآن، الزنا مباح، الخمور، ما عادش في شريعة إسلامية إلى آخره. ومن الذي جاء وأنقذ العالم الإسلامي؟ البربر والأتراك. ومين اللي نقل لهم الإسلام؟ الدولة الأموية. تعالوا حضراتكم تطبيقات القرامطة أو الحشاشين أو الإسماعيلية، العقائد السبائية الخاصة بالزنا موجودة في المسلسلات التركية والمصرية والأمريكية وكل الأفلام. مثلا هنا مسلسل مصري اسمه مهمة في تل أبيب، بيجيب لك إنه ضابطة، طبعا هي غير محجبة كما تشاهدون لأنه ما عندهمش في حاجة اسمها حجاب أصلا، هم بيلغوا الشريعة الإسلامية تماما، كل الشريعة تسقط. يعني لو تمشي عريان في الشارع عادي. ولذلك الآن النساء بتسير في الشارع إيه؟ ترتدي شورت. لماذا؟ لأنه ما فيش حرام، الشريعة الإسلامية سقطت، أو الشريعة المسيحية أو الشريعة اليهودية خلاص يعني. فالمهم هي في خدمة الوطن، في مهمة من أجل الوطن. طب المهمة من أجل الوطن بتعمل إيه؟ بتذهب إلى إسرائيل. طب لما بتذهب إلى إسرائيل بتعمل إيه؟ بتتعرى وتمارس الجنس، وبعدين الضباط الإسرائيليين يركبونها ويزنون بها، وهي هكذا امرأة عظيمة فقد أمكنت من نفسها من أجل مصر. فهي بتزرع في عقلك الباطن أنه الزنا حلال، وأنه هي كده الشيء العظيم جدا، وأن هي أفضل من المرأة المسلمة العفيفة المحجبة إلى آخره. وطبعا الخمور موجودة في كل الأفلام والمسلسلات. المشكلة ليست في هذا، المشكلة هي بعد ما ذهبت إلى تل أبيب وقلعت عريانة والرجال والإسرائيليين زنوا بها. يعني هل فتحت القدس؟ هل فتحت تل أبيب؟ أبدا. نحن في تاريخنا الإسلامي مارسنا أعمال المخابرات. يعني كل جيوش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص اللي فتحوا القدس، وسعد بن أبي وقاص اللي أسقطوا إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم والدولة الأموية والسلاجقة والعثمانيين، ما استخدموا امرأة إن هي يجري الزنا بها بهذا الشكل. لكن هنا بيقدم لك أن المرأة الزانية هي امرأة فاضلة، واللي هي عارية، وانظروا ماذا فعلت. وهتجد هذا متكرر في أفلام كثيرة، وهتجد الآن في الخمارات في كل العالم، النساء على رجال على متزوجين، والكل يزني في الكل. فهي عقيدة الشيعة الإسماعيلية الذين قالوا نحن أحفاد الرسول، واللي أعدائهم سموهم الحشاشين
وسموهم القرامطة، أعدائهم اللي هم المسلمين السنة يعني، والحملات الصليبية كما سنأتي. حضراتكم الشيعة القرامطة اللي هم بيقولوا احنا أحفاد الرسول، ماذا كانوا يقولون؟ دول بقى الأشراف، السادة الأشراف، كانوا يقولون إن الطفل يمارس الجنس. طيب الأمم المتحدة، ده تقرير الأمم المتحدة، اليونيسيف وكل هذه المنظمات، وعاملين تقرير إنه كيف نعلم الجنس للأطفال من سن 5 سنوات. ومنهج التربية الجنسية دخل في مدارس كندا وبريطانيا وأمريكا وحتى تونس، ومفروض لو تمكنوا من إسقاط الرئيس التركي أردوغان يدخلوه في المدارس التركية. فكما تشاهدون، إذا نحن أمام دستور دولي وقانون دولي، وليس خاص بالقرامطة ولا بالشيعة الإسماعيلية. طبعا القرامطة أو الشيعة الإسماعيلية اللي بيقولوا نحن أحفاد الرسول عملوا دولة اشتراكية، يعني كالاتحاد السوفيتي، لا يوجد ممتلكات، لا يوجد كذا، والشيوعية حكمت العالم. والآن أصبحت بريطانيا وأمريكا وهذه الدول تفرض ضرائب تصل في السويد إلى 50%، يعني نصف ممتلكاتك تذهب إلى الحكومة، فأنت نصف، يعني أنت في مجتمع نصف شيوعي. لما نعود إلى المؤرخين الصليبيين، لأنه الصليبيين كان لهم دول في الشام، إمارات في الشام يعني، في وقت وجود الشيعة الإسماعيلية هم الحشاشين في إيران وفي جبال سوريا، نجدهم بيتحدثون عن عمليات اغتيالات وقتل المدنيين وتفجير وتناول الحشيش إلى آخره. فكل هذه الأوصاف هتجد أن هي دستور عالمي الآن. فمثلا أنت عندك هذا التنظيم الشيوعي اللي هو حزب العمال الشيوعي الأرميني أو الكردستاني أي مكان، ماذا يفعل؟ يذهب إلى أتوبيس في مدنيين ويقوم بتفجيره ويقتل المدنيين. وإحنا شاهدنا البنت منذ شهر في اسطنبول وسط سكان مدنيين. أنت مختلفة مع الحكومة التركية، المفروض هي تقتل المسؤولين الحكوميين أو الشرطة، لكن هي فجرت فين؟ وسط أطفال ونساء، عادي، مفيش حلال، مفيش حرام أصلا. هذه عقيدة الشيعة الإسماعيلية الذين كانوا يقولون نحن أحفاد الرسول. انتبهوا لهذا. وهي نفسها عقيدة هؤلاء اللي بيقولوا احنا ملاحدة وليس لنا دين، وهو نفس التفجير، هو نفس ما تفعله داعش. ما داعش بتأتي في مكان مزدحم من الناس المدنيين وتفجر فيهم، أو تدخل بأتوبيس تهرس الناس. فتجد عقيدة داعش وهؤلاء هي نفسها عقيدة الحشاشين أو القرامطة أو الشيعة الإسماعيلية. من زعيم الحشاشين؟ حسن الصباح. هنا دولة الحشاشين أو إمارة الحشاشين، وهي منطقة جبلية وعرة جدا يعني، وحاولوا يقتلوا صلاح الدين الأيوبي وقتلوا وزراء في الدولة السلجوقية إلى آخره، قتلوا وزير نظام الملك، يعني اللي قتل نظام الملك ادعى أنه متصوف. ممكن نخصص حلقة كيف كانوا مثلا فخر الدين الرازي ده حاولوا يقتلونه، اللي هو العالم العقيدة، قالوا إما أن تتوقف عن ذكر عقائدنا وإلا قتلناك. وانت النهارده لو تتكلم عن عقائد حزب العمال الشيوعي الكردستاني او عقائد ملالي ايران او كذا يقتلونك، ولا عقائد داعش يقتلونك. يعني يقول لك احنا هنتكلم باسم الرسول وهنتكلم باسم الاسلام واحنا هحفظ الرسول والكلام ده كله، واذا انت كذبت الذبح والقتل. طيب طبعا نركز ان الحشاشين كانت دولتهم صغيره. لماذا؟ لانه القرامطه جاءوا سنه 280 هجري، بعدهم ب 200 سنة 483 هجري جاء الحشاشين. فالعالم الإسلامي ظل تحت حكم الحشاشين أو الشيعة الإسماعيلية الذين يقولون نحن أحفاد الحسين وأحفاد علي وأحفاد الرسول وأحفاد فاطمة الزهراء 200 سنة. فالعالم الإسلامي كفر بفيلم أهل البيت، هذه عقيدة يهودية طبعا، كفر بفيلم أهل البيت وبفيلم الدم المقدس، وإنه في أسرة أحسن من باقي الأسر، ويعني الناس كفرت بهذا. فالحشاشين هؤلاء لما أسسوا دولتهم كان خلاص العالم الإسلامي بدأ يعود إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، أن كل الناس سواسية، مفيش حاجة اسمها لا سادة ولا أشراف ولا كلام تافه من هذا الكلام. فلذلك لم يستطيعوا التوسع. طب ده زعيمهم حسن الصباح كان بيعمل ايه يا جماعة؟ كان بيحشش، كلهم كانوا بيحششوا ويعطونا حشيش. طب الحشيش اليوم في كل دول العالم 90% من دول العالم الحشيش مباح. هولندا الحشيش مباح، وفرنسا دخلت، وامريكا خلاص احنا ما العالم كله بيحشش حالا. حتى اصبحوا عيش بالحشيش، خبز بالحشيش، فراولة بالحشيش، عصير بالحشيش. طب ما احنا عاملين دولة احنا حالا في عالم الحشاشين. يعني انت هيقول لك الحشاشون في قلعة ألموت في إيران. طيب ماذا كان يفعل الحشاشون؟ كانوا يخطفون الأطفال وخاصة من سن 12 سنة. يعني الحشاشين كان صعب يجندوا راجل كبير تشكل تفكيره ان في اسلام وفي حلال وفي حرام وفي طهور وفي نظافه الى اخره. فماذا يفعل الحشاشين؟ ياخذون الاطفال
وفي القلعة عندهم في مكان معزل يبدأون يربون هذا الطفل على عبادة الشخص اللي هو اسمه الإمام حسن الصباح. احنا بقى هنقول حسن الصباح الحشاش، لكن هم كان بالنسبة لهم حسن الصباح إمام. وبل بعد ذلك الدولة السلجوقية لما كانت تكتشف جواسيس له أو جواسيس لخلفائه كانوا يحرقونهم في النار أو يقتلونهم بالسيف. فكان هؤلاء الحشاشون يقولون حياتنا فداء لروح إمامنا فلان. خلاص؟ طيب، فالحشاشين ماذا يفعلون؟ لا يؤمنون بمفهوم الأسرة والأب والأم، يخطفون الأطفال ويقومون بعملية التجنيد. طيب، هذا الآن قانون عالمي نشاهده في كل الدول الأوروبية وفي أمريكا وفي الصين وفي غيرها. نأخذ أبرز مثال السويد. السويد تقول لك أنت أب وأم ليس لكم حق أصلا في أنك تربية أبنائكم. وبنشاهد الشرطة السعودية تقوم بخطف أطفال المسلمين وحتى مسيحيين إذا خالفوا العقيدة الحشاشين. لو أنت قلت لابنتك هذا حرام، الزنا حرام، أو الإسلام يقول أنك ترتدي الحجاب، أو طلبت من ابنك أن تصلي، أو يا ابني توضأ وتطهر، فورا الشرطة تأتي وتخطف ابنك ويقومون بتربيتهم في معزل في مكان أنت لا تعرفه، كما كان يفعل الحشاشون. هو نفس ما يفعله حزب العمال الشيوعي الكردستاني الموجود في تركيا لما بيخطف أطفال المسلمين الأكراد ويأخذهم إلى الجبل ويقوم بتربيتهم بنفس الموضوع. وليس عندهم أسرة. ما هو تعريف الأسرة؟ تعرف الأسرة في الإسلام، في المسيحية، في اليهودية، إنه زواج رجل وامرأة وفي أطفال. لكن الآن أصبح رجل مع رجل أسرة، رجل مع كلب أسرة، رجل مع رجل ويجيبوا عيل من بره بالتبني، أصبح أسرة. فلم يعد هناك إيمان بالأسرة. ده القانون في كل دول العالم، في أمريكا، في الصين، والصين أيضا بتخطف أطفال المسلمين لتربيتهم في معسكرات خاصة، نفس فعل حسن الصباح الحشاشين. فأنا بشاهد فيديوهات على اليوتيوب إنه الحشاشين وعالم غريب. يا عم أنت عايش في العالم الغريب. ما هو خطف الأطفال وتربيتهم بعيدا عن آبائهم وأمهاتهم لمجرد إنك مختلف دينيا أو عقائديا عنهم يحدث في كل العالم، من تركيا لأمريكا للصين لكل دول العالم كما تشاهد. والمدارس، ما هي المدارس اليوم هل أنت عندك حرية لتعليم أطفالك؟ لا. تحفظ أولادك القرآن، تأتي مباحث أمن الدولة تلقي القبض عليك، تقول لك متطرف، أنت ظلامي. ما هو العقيدة السبعية إيه؟ فيه ناس نورانيين وناس ظلاميين. فالذين يربون أبنائهم على العفة والشرف والحفظ القرآن والطهارة إيه؟ ظلاميون. فهمنا؟ فده أنت عندك قانون دولي. نرجع لكتاب البدء والتاريخ للمقدسي، وهنجد ان هو بيقول ان في حاجه اسمها الروح القدس كانت في النبي وكانت في عيسى وانتقلت الى سيدنا علي ثم الى ابن الحسن ثم الى الحسين ثم الائمه، ويقولون بالتناسخ. التناسخ مثل الهنود، لما تموت هتصبح طير، او لو انت عملت عمل سيء هتصبح حمار او كلب. واللي يقرأ منكم في تاريخ العقائد، انا نسيت اسم الكتاب حاليا يعني، هؤلاء السبائية في بلاد إيران أو فارس قديما، يعني واحد معاه جمل يضرب فيه ويشتمه ويقول له أنت أبو بكر أنت عمر، وفقا لاعتقادهم أن الصحابة أبو بكر وعمر وهؤلاء أصبحوا إيه؟ أصبحوا في صورة حيوانات أخرى، جمال، فرس، شجرة إلى آخره. فهو هذه هي تعذيبهم يعني. وأن الأئمة أنوار، فكرة الجسم النوراني من نور الله تعالى وأبعاض من أبعاضه. السؤال الآن كيف أصبحت هذه العقيدة أو هذا الدين دين عالمي ودستور عالمي يجري تسيير الطائرات والقنابل والأسلحة النووية وكل حاجة من أجل تطبيقه؟ يعني شاهدنا في أفغانستان حركة طالبان، حركة محلية، ده شرطة محلية ولا عاوزة تحارب أمريكا وأصل ولا أي حاجة، ورا أمريكا راحت حربتها وقتلتها وبهدلتها، وراح أسقطوا الرئيس العراقي صدام حسين. صدام حسين أصلا علماني بس هو مسلم سني، فبيؤمن إن الله خلق الإنسان وإن في رجل وفي امرأة وفي طفل وفي زوجة وزوج وكلام من هذا القبيل، وفي رجولة، في ذكر وفي أنثى يعني. فأمريكا سارت الجيش وأسقطوه، قالوا أسقطناه لأنه مسلم سني. طيب، فهنجد كيف جاءت هذه العقيدة وسيطرت على العالم. نرجع لهذه الصورة من القدس كما تشاهدون. هنا المسجد، هنا المسجد الذي يعبد فيه الله. طيب، هنا ماذا؟ علم إسرائيل؟ ليس علم إسرائيل. الأهم هو هذه النجمة، ما يعرف بنجمة داود. هذه النجمة هي ليست نجمة سيدنا داود يعني سيدنا داود، ولا هي معبرة عن اليهود بالمناسبة. هذه النجمة هي رمز من رموز عبادة الشيطان.
وهتجدوا الآن في إسرائيل صدام شرس ومظاهرات شرسة بين اليهود المتدينين على انحرافهم وبين اليهود اليساريين الملاحدة اللي هم اختاروا هذه النجمة كعلم لليهود. واليهود المتدينين بيرفضوا ان هذه النجمة اصلا تكون شعار لهم. المهم بيقولوا دي نجمة لعبادة الشيطان وتقديس الشيطان. فهذه النجمة تعبر عن الشيطان كما سنرى. فهنا يعني هو تعبير عن أن الشيطان أصبح يسيطر على كل الكرة الأرضية، أو هو صاحب الكلمة العليا. هنا بحث باللغة الإنجليزية عن نجمة سيدنا داود، ستار أوف داود، لواحد اسمه ويليام، هيستشهد بكتب كثيرة جدا عن النجمة أنها بتستخدم في السحر والشعوذة تحت عنوان هل نجمة داود وثنية؟ وقال في كتاب لشخص ماسوني اسمه كتاب النجمة الشرقية أن النجمة السداسية يتم استخدامها في السحر والشعوذة والتنجيم والأبراج والمنجمين. ولذلك ستجدوا في كل القنوات الفضائية في دول العالم عاملين برنامج للأبراج، وكل سنة يجيبوا منجم ويقول له ماذا تتوقع هذه السنة؟ دي خرافة. هم لا يأتون بشيخ ولا يأتون بقس، لا يأتون بإيه؟ بمنجم. طب انتوا لماذا تروجون الخرافات وقنوات بتدعي العلمية في العالم كله؟ تسمي نفسك تركيا، تسمي نفسك مصر، تسمي نفسك السعودية، تسمي نفسك أمريكا، بريطانيا، كل العالم، كل التلفزيونات في وقت واحد. ولما جرى إسقاط الرئيس مرسي في مصر أصبح المنجمين على التلفزيونات وبرج الحمل وكل الصحف حتى قبل التلفزيون في الآخر صفحة الأبراج، برجك اليوم. ما هو هل دي صدفة؟ أنت تقعد تضيع ناس إن أنا مولود في برج الحمار ولا برج الكلب ولا الأبراج اللي بيقولوا عليها؟ ليست صدفة إن يجري تعميم في صحافة العالم كله موضوع خرافي أصلا. لكن هذا كله يتعلق بممارسات تقديس الشيطان. أيضا هنا أدي اسم الكتاب، وإنه بيجري استخدامها في استدعاء الشياطين. يعني في تفاصيل كثيرة عن مسألة استخدام هذه النجمة في استحضار الشياطين. وحضراتكم ادخل على اليوتيوب اكتب ساحر تائب، اسمعوا السحرة التائبين كلهم، مسلم مسيحي يهودي هندوسي بوذي أي مكان لابد يستخدم هذه النجمة، نجمة داود. وهي النجمة عبارة عن مثلثين عكس بعض كما سنأتي، انظروا. طيب حتى في الهندوسية هذه النجمة موجودة. النجمة عبارة عن مثلثين، ادي المثلث الأول هكذا، ده المثلث الأعلى، وبعدين مثلث لأسفل، وبعدين المثلثين لما تقاطعوا. ده في الهندوسية اهو. السحرة الهندوس يستخدمون نفس النجمة، وهنا اهو السحرة الهندوس يستخدمون نفس النجمة. وهتجدوا المثلثين، ادي مثلث الأسفل، انظر. فهي ليست خاصة باليهود بالمناسبة يعني، إنما هي خاصة باللي بيمارسوا السحر من اليهود اللي هم القباليين، اليهود المتصوفين. وأي شخص أو أي شيخ يقول لك أنا بكلم النبي أو بتصل بالنبي اعرف إنه بيكلم شيطان. أي واحد يقول لك أنا كلمت ربنا أو ربنا قال لي اعرف إنه بيكلم شيطان. القذافي كان يفعل هذا، القذافي رئيس ليبيا يقول لك ربنا قال لي. وهتجدوا كثير، ممكن نعمل حلقة عن الحكام الذين يتواصلون مع الشياطين أو يعبدون الشياطين. وأنا في مواقف حصلت وشفت حاجات يعني غريبة يعني لما حكيت لي من سنوات سابقة كنت أستغرب يعني، لولا أن من يروي لي ناس راجحين العقل وهم نفسهم يروون لي باندهاش. لكن هذه الأيام فهمت ماذا كانوا يروون لي أو يحكون لي. هذه الأفكار والعقائد جاءت من زمن سيدنا سليمان عليه السلام. طبعا سيدنا سليمان بريء من هذا يعني، لكن ولدت في هذه الأفكار. ولدت وعندنا بتنسب إلى شخص اسمه صدوق الكاهن. هذا هو صدوق الكاهن. صدوق الكاهن هو رئيس الكهنة في بني إسرائيل، يعني هو البابا عند المسيحيين، هو آية الله العظمى عند الشيعة. طبعا المسلمين السنة ليس عندهم كهانة، لكن الهندوس هتجد عندهم كهانة. فبصورة آلية عندما تجد في تنظيم هرمي، يعني في جماعة دينية وعندهم واحد فوق مقدس بيقول أنا المهدي أو أنا رئيس الكهنة أو أنا البابا أو أنا المرجع ولا يجوز أنك تخالفني إلى آخره، وأنا فيها سر إلهي وقدس الله سره، أو أنه بيتواصل مع الرسول أو بيتصل مع الرسول أو بيعمل جلسة لتحضير الصحابة وتحضير الأولياء، تعرف أنه هو فورا يتبع عقيدة صدوق الكاهن في بني إسرائيل. فهذه عقيدة خاصة بطائفة تسمى الصدوقيين.
وهؤلاء فرقة العلمانيين في بني إسرائيل، في اليهود يعني، الفرقة العلمانية اللي هم اليساريين الموجودين في إسرائيل حاليا، عكس اليهود اليمنيين. فهؤلاء قالوا ماذا قالوا؟ قالوا احنا أسقطنا التوراة، يعني هي موجودة لكن نسوها، طبعا حرفوها أصلا. وده اللي حاصل، إنه في العلمانية القرآن لا يطبق، لا تفتح القرآن وتقول قال الله وقال الرسول. وفي المسيحية لا تفتح الإنجيل. طبعا الشيعة عندهم علمانية أساسية، لأنه لا تفتح القرآن عند الشيعة، لا يحفظونه ولا يحفظونه ولا يسمحون بتحفيظه، لأنه القرآن محرف. المهم يعني تختلف الأسباب في إلغاء الكتاب المقدس، لكن العبرة إن احنا بنلغي الكتاب المقدس وبيصبح رجل الدين هو المسؤول. طيب صدوق الكاهن هذا ماذا يفعل هنا في هذه الرسمة؟ صدوق يقوم بتنصيب سيدنا سليمان ملكا. فكما تشاهدون، من الأعلى في التصور التوراتي اليهودي العلماني؟ أنه صدوق الكاهن، وصدوق الكاهن دول الكهنة كلهم من أولاده، توريث الكهانة. عندنا في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينجب أولاد ذكور، لم تمتد له ذرية. ولذلك في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فأي واحد يقول لك أنا أبي الرسول، قول له أنت كذاب. لكن ممكن نقول أبينا إبراهيم. لماذا؟ لأنه إحنا من صلب سيدنا إبراهيم. أبينا نوح. وطبعا اكتب كلمة أب في القرآن الكريم هتكتشف أنه الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة الأب لكل من هو على عمود النسب، أبوك المباشر أو جدك أو جد جدك إلى آدم، أبيكم آدم. لكن في الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخدم، جاءت الآية نافية أن الرسول أب الأحد. فما فيش حاجة اسمها أسرة. طبعا السبائية هيعملوا إيه؟ هيختاروا حاجة اسمها أهل البيت في الإسلام. أهل البيت زوجات الرسول وزوجات الرجل. في مثلا أم سيدنا موسى، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه؟ ليس ذرية وعيال يعني، إنما المقصود امرأة ترضعه. لما الملائكة خاطبوا زوجة سيدنا إبراهيم في القرآن، السلام عليكم ورحمة الله أهل البيت. لما ربنا خاطب زوجات النبي بأن الله يريد أن يطهركم أهل البيت. فدائما أهل البيت مصطلح عربي وورد في القرآن يعني زوجة الرجل، لأنه عيب إنك تسأل رجل تقول له كيف حال زوجتك، لابد تسأله تقول له كيف حال أهل بيتك. تمام؟ طيب، فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إنه الكهانة والأسرار الدينية عند عائلة صدوق الكاهن. ولذلك في إيران وفي عند الشيعة تلاقي الناس لابسة أسود في أسود، يقول لك إحنا أحفاد الحسين، إحنا أحفاد فاطمة، نحن دمنا مقدس، إحنا أعلى منك، أنت دمك نجس. هذه هي الفكرة من عند صدوق الكاهن، إنه كل اليهود دمهم أقل درجة، لكن صدوق وعائلته هم الإيه؟ أهل البيت بقى يعني عند اليهود يعني. خلاص هم اسمهم هناك الصدوقيون، عندنا بيسموهم أهل البيت. خلاص هم دخلوا نفس العقيدة يعني. طيب، وسيدنا سليمان هنا وفقا للتصور اليهودي الصدوق العلماني، انه صدوق الكاهن هو الذي صنعه وهو الذي نصبه كما تشاهدون. يعني كالماسونية يعني. الماسونية ماذا تفعل؟ تصنع الملوك، تصنع الرؤساء. يعني زي ما خلعوا السلطان عبد الحميد ونصبوا أخوه طرطور ملوش سلطة. وده اللي حصل لما قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعدين سيدنا علي أصبح الخليفة، فكل ما يأمرهم بأمر يخالفوه. ألست الخليفة؟ قالوا له أنت صدقت، إحنا اللي بنحكم. وحصل صراعات بينهم وبين سيدنا علي، وفي النهاية قتلوه. كانوا يدركوا أن الخطر في سيدنا معاوية أنهم لا يستطيعوا معه جيش خلفه، لكن سيدنا علي كان شخص ليس معه أحد أصلا. طيب المهم مش موضوعنا يعني. طبعا هذا يخالف العقيدة الإسلامية أن سيدنا سليمان نبي وملك، والذي أعطاه النبوة والملك والله، وليس صدوق الكاهن يعني. لكن مهم الرسمة دي، ودي هتجدها متكررة في الماسونية وفي الذين يحكمون من الخلف. هيتولد عن ذلك طائفة يهودية اسمها طائفة الصدوقيون. الصدوقيون هم الجماعة العلمانية في اليهود من عهد سيدنا سليمان، لا يؤمنون لا بجنة ولا بنار، وإنه في إله، بس الإله ده إله سلبي ملوش علاقة بالدنيا، وإحنا اللي بنضع القوانين، وإحنا بنعمل الربا والاقتصاد والإدارة، والزنا حلال والخمور حلال إلى آخره. طيب ما الذي جعل يكتسبون قوتهم؟ بسلطة الدولة الرومانية. يعني الدولة الرومانية هي اللي جعلتهم يتسيدون على اليهود. الطائفة دي هتستمر معنا في المسيحية، هتستمر معنا في الإسلام، ولكن هتختلف مسمياتها. يعني مرة يسموا نفسهم الصدوقيين في اليهودية، هيسموا نفسهم بولس، أتباع بولس في المسيحية، هيسموا نفسهم السبائية في الإسلام، ثم الشيعة والقرامطة والحشاشين إلى آخره يعني. طيب الصدوقيون هؤلاء بيؤمنوا بفكرة وحدة الوجود أو عقيدة الإله السلبي،
انه الاله مثل الشمس، ده التصور التوراة اهوت، أن هذا هو الله والعياذ بالله، وان هو بتنبعث منه، تخرج منه مخلوقات الانسان ولا يتحكم فيها، مثلما الشمس تطلق الضوء ولا يتحكم في الضوء، بعد ذلك الضوء ينزل على بحر، على مطر، على ماذا يحدث الضوء ملهاش صلة. فهو إله موجد، عكس الله في الإسلام إله خالق. لا هو مش بتنبعث منه ولا يتحكم فيها، لا هو هي ليست منه. الكون منفصل عن الذات الإلهية، الإنسان منفصل عن الذات الإلهية، والله قادر قوي منتصر منتقم جبار. فأنت عندك إله بيفعل. ولذلك تجد في فرنسا أو في أمريكا أو في كذا يقول لك أنت بوذي أهلا وسهلا، مسيحي أهلا وسهلا، يهودي أهلا وسهلا، مسلم لا. ليه؟ لأن هو الإله في كل هذه الأديان هو إله سلبي لا يصدر قوانين. فاحنا بنعمل علمانية بما ان الله ترك لنا هذه الامور فاحنا شغالين فيها بقى. لكن في الاسلام الاله ايجابي، بيصدر حلال وحرام، والخمر حلال ويشرع. فاذا لذلك ده الصدام مع الاسلام بسبب هذا. طيب غالبية اليهود اللي هم العوام يعني، او اللي هم الفريسيون، دول قالوا لا احنا بنؤمن بالتوراة والحلال والحرام والحجاب اللي هي يعني العقائد الاسلامية تقريبا، يعني حصل فيها تحريفات الى اخره، لكن عندهم الطهارة الوضوء إلى آخره. اليهود الصدوقيين اليساريين العلمانيين دول لا بيستحموا ولا بيتوضوا ولا أي حاجة، مثلهم مثل الهندوسي يعني. هنا حضراتكم هنشاهد أنه حصل تطور في هذه العقيدة الصدوقية، لأن الشياطين كانت تطلع على إيه؟ على ملك سليمان، وبعدين جرس بيهم إلى إيه؟ إلى بابل. وركزوا أن بابل بعد كده سيدنا علي لما يجي من المدينة هيتخذ العاصمة بتاعته فين؟ الكوفة، ودي موطن السحرة كلهم. وذلك الكوفة هتعمل مشاكل في التاريخ الإسلامي وتزوير وتزييف في معاقيد المسلمين بكثرة ضخمة جدا. هذا مذكور في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، لأن اليهود يقولون أن سليمان كفر، وأن سليمان، وهتجده في الإنجيل والتوراة اليهودية كذا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اللي هي النجمة. ولذلك أي ساحر بقول لك مسلم يهودي لابد يستخدم هذه النجمة السداسية، ولابد يستخدم النجاسة، ولابد يستخدم، يقول لك لا ممنوع الاستحمام، ممنوع الوضوء إلى آخره. ولذلك تجد في الدول الأوروبية عن عمد الحمامات ليس فيها مياه للتنظيف بعد قضاء الحاجة، ودي حاجة عجيبة جدا النظافة، لكن هو الإصرار على النجاسة. واحنا شاهدنا الأوروبيين في كأس العالم في قطر مندهشين من نظافة المسلمين. طيب، وهتجد دايما في السحر الجماجم، يعني طقوس السحر عند كل الأمم والشعوب واحدة. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طيب، لما جاءت المسيحية ماذا حدث؟ كان في سيدنا عيسى، هيأتي هؤلاء الصدقيون منهم بولس اللي هو الرسول اللي هو هذا، وبولس كان ضابط مخابرات في الدولة الرومانية، مهمته يعذب المسيحيين كي يجعلهم يكفرون، زي أبو جهل وأبو لهب عندنا يعني. فبولس هيعمل إيه؟ هيدعي إنه رأى المسيح ويعتنق المسيحية ويتظاهر إنه أصبح مسيحي، وهيدخل هذه العقائد. وبولس كاتب 52% من الإنجيل اللي وصلنا حتى الآن، وقال لا في جنة ولا في نار ومفيش عمل، يعني أنت لا يهم تعمل حلال ولا حرام ولا غيره، مفيش الكلام ده. والإله سلبي، إن الله تجسد في إيه؟ في بدن عيسى، وعذبوه وضربوه وما كانش عارف ينقذ نفسه، إله سلبي إلى آخره. المهم بولس أدخل كل هذه العقائد، ليه عقائد الإرجاء، لا يهم العمل، أهم حاجة إنك إيه؟ مؤمن، وطالما أنت مؤمن خلاص. لما هيظهر الإسلام هيجي واحد من الصدقيين أيضا اللي هو عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ يقوم بقتل عثمان بن عفان. هو مش عمل قتل، هو عمل انقلاب عسكري. يعني لو عثمان اغتيال عادي، ما هو ايه اللي حصل في قتل عمر بن الخطاب؟ اغتيال عادي، لكن الحزب الحاكم حاكم اللي هم المسلمين نفسهم. فعبد الله بن سبأ لا، هو سيطر على المدينة وبالسلاح، وضربوا سيدنا عثمان على المنبر ونزلوه وحبسوه في البيت وقتلوه، ثم حتى منعوا سيدنا علي يصلي عليه. سيدنا علي لم يصلي جنازة على ابن عمه سيدنا عثمان ابن عمه، وأسلم معه في نفس اليوم، وحضر معه كل الحروب كتف بكتف، وسيدنا علي لم يحضر جنازته أصلا. وفي الآخر دفنوه في مقابر اليهود، لأنه كان انقلاب عسكري كامل، استيلاء على سلطة الدولة يعني. فعبد الله بن سبأ هيقوم بهذا، وهيبدأ يدخل هذه العقائد. هو طبعا حاول يدخل هذه العقائد عند المسلمين،
هو والجماعة بتوعه، ولكن فشل. فهيعمل كيان موازي. يا واحد جاي عاوز ايه؟ انت فاتح دكان وناجح، فواحد جاي عاوز يجلس في دكانك ويقول انه بتاعي، ففشل يخرجك منه. ماذا فعل؟ فتح دكان مجاور بنفس الاسم، تقليد يعني، مزور، بضاعة صيني يعني. طيب طبعا عبد الله بن سبأ اصلا من مملكة سبأ اللي هي كانت مملكة يهودية، ذهب الى المدينة، حب يدعوهم للكلام ده، فشل، فتوجه الى البصرة، عمل انصار في البصرة. قبائل اليمن والقبائل العربية كان فيهم مسيحيين وفيهم يهود وفيهم كل الأديان يعني. والدولة انتصرت عسكريا المسلمين وسيطروا عسكريا، لكن الشعوب لا تزال على المسيحية واليهودية. واللي عنده أفكار صدوقية من بني إسرائيل اصطحب معه هذه الأديان. هتجد اليهود الفريسيين اللي اعتنقوا الإسلام أصبحوا ذابوا في المسلمين، واليهود الصدوقيون اللي هم السبائيين يعني عملوا لك بقى ملالي إيران حالا، وعملوا لك الدول الشيعية القائمة. طيب وعمل أنصار في البصرة وفي الكوفة، وبعد كده راح دمشق. في دمشق جرى جلد وقصة طويلة، وراح الفسطاط. وبعد ذلك ماذا فعل؟ جاء في موسم الحج من مصر هو وأتباعه للمدينة، ومن البصرة ومن الكوفة قتل عثمان بن عفان ونصبوا سيدنا علي خليفة، وبعدين ثم اصطحبوا سيدنا علي الكوفة، ومن الكوفة أخذوه إلى موقعة الجمل. وهنا سؤال يعني، موقعة الجمل دي كان فيها جيش ضخم بقيادة طلحة والزبير وقبائل كثيرة جدا، وسيدنا علي ذهب مع السبائية يحاربهم، رغم انه الصحابة قالوا سيدنا علي اتفضل اقتل قتلة عثمان، فقال لا استطيع، قبائلهم كثيرة. قالوا خلاص احنا سنقتلهم. لكن السبائية استطاعوا ان هم يخلوا سيدنا علي يتجه معهم، يعني بدل ما هو سيدنا علي يحارب قتلة عثمان اصبح يحارب طلحة والزبير، وهم من كبار الصحابة من العشر المبشرين بالجنة يعني. طيب وبعدين اتجهوا من الكوفة إلى صفين كي يقاتلوا سيدنا معاوية، وفشلوا طبعا. سيدنا معاوية هو في دور المدافع، يعني هو لم يبدأ الحرب، ولكن هو اتجه في صفين. وفي الآخر سيدنا معاوية تعقبهم في مصر وقتلهم في مصر، وتعقبهم في الحجاز وقتلهم في الحجاز، والدولة الأموية فيما بعد ستتعقبهم في الكوفة والبصرة وسوف تقتلهم. ومن كان يؤيد منهم مقتل عثمان كانت الدولة الأموية بتقوم بطرد في بلاد فارس، أو كانوا بيهربوا منها يعني. طيب هنا حصل سيرهم من المدينة المنورة، وأنا شرحت هذا في حلقة مقتل عثمان بن عفان، وحصل سيدنا عثمان في البيت. الحداثة استمرت 70 يوم، هم لم يكونوا يريدون قتله. اكتب صور مشهور مقتل عثمان بن عفان، وصور مشهور حديث الفئة الباغية على اليوتيوب شرح بالتفصيل، وصور مشهور عبد الله بن سبأ. المهم الدولة الأموية ستنشأ وهتبطل هذا المخطط، يعني هتجعل القرآن قائم، هتنشر القرآن، هتعمل تنقيط للقرآن، لأن القرآن الكتابة العربية كانت بدون نقط، فكان ممكن يجري التحريف. يعني قل أعوذ برب الفلق كان ممكن تقرأها قل أعوذ برب القلق، وهكذا. وكان المجال واسع للسبائية. لكن الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق في الدولة الأموية قال لهم هذا ممنوع. الحجاج ما كانش بيلعب في مسائل القرآن، والدولة الأموية في مسائل العقيدة كانت متشددة، يعني ما فيش أي هزار. لدرجة واحد كان مسيحي وأسلم وقال بالإرجاء إن الإيمان هو الإسلام هو إيمان فقط ولا يهم العمل الصلاة والصوم، قتلوه. فالمهم هيحصل الدولة الأموية هتوزع نسخ كثيرة من المصاحف وتعمل تحفيظ في المساجد وتعطي مرتبات، والدولة الأموية وهيهرب من الحجاج ناس منهم في قم من السبائية أو اللي اسمه الشيعة وطبرستان، وهيهربوا إلى خراسان، وهيبدأوا يأسسوا مراكز في خراسان البعيدة، ويبدأوا ينطلقوا للكوفة ودمشق، وهيسقطوا الدولة الأموية. ولكن هم طبعا عددهم قليل، فهتقوم الدولة العباسية. فكل دعوة الدولة العباسية جاءت من خراسان إلى الكوفة كما تشاهدون. فكانوا الدولة العباسية خليط من المسلمين السنة وخليط من الشيعة أو السبائية. وهتقوم ثورات مثل الخرمية والبابكية، وكلها ثورات بتقوم على استحلال النساء إلى آخره، ودي كانت عقائد منتشرة كما ذكرنا قبل الإسلام. هنا علماء المسلمين هيبدأوا يتنبهوا لخطورة المسألة، فهيبدأوا يعملوا مصنفات عن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل صحيح البخاري صنف لهذا الغرض، لأنه السبائية كانوا يقولوا الزنا حلال، ما الدليل؟ يقولون قال رسول الله كذا. يقولون مثلا سيدنا علي على حق، ما الدليل؟ يضعون قول على لسان الرسول إلى آخره. فلما تنظر في صحيح البخاري هتجد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنه سيدنا يزيد في الجنة، اللي عهده في عهد قتل الحسين، هو بريء من قتل الحسين. ان سيدنا معاوية في الجنة. هتجد صحيح البخاري، انا هخص حلقة
هو رد على العقائد السبائية من خلال الحديث الشريف، وإن الخلفاء 4 دي رواية سبائية. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن الخلفاء 12 خليفة، فالخلافة الراشدة 12 خليفة. أنه القرن الأول الهجري كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، القرن الأول كله، يعني قرن سيدنا معاوية وسيدنا يزيد وعبد الملك بن مروان وأولادي إلى آخره يعني. وده موجود في البخاري ومسلم بالمناسبة. لكن هذه الجهود لم تفلح، لأنه السلطة السياسية تحللت. يعني كان في جهد علم من علماء المسلمين في مجال الحديث إلى آخره، لكن لم يكن هذا يقابله جهد سياسي عسكري من السلطة اللي تحللت. فنشأت هنا دولة القرامطة. الدولة العباسية قالت إن هم يهود، وادعوا إن هم من أحفاد الرسول وأسسوا القرامطة. هم يهود مش يهود، ده نخصص له حلقة. وجاء البويهيين جاءوا من المناطق الجبلية ونزلوا سيطروا على الدولة وسيطروا على الكوفة وبغداد. وجاء الحمديين أيضا، ده كل عصر الشيعة الإسماعيلية والقرامطة والسبائية. وأيضا جاءوا، يعني في واحد هرب من جبال سوريا المهدية في تونس، وهناك ادعى ان هو من احفاد الرسول، وبين دول بقى مسلمين بربر ما يعرفوش الانساب، وهجم واستولى على القاهرة واستولى على دمشق ومكة والمدينة إلى آخره. وطبعا يا جماعة القرامطة دول اللي هم ذبحوا الحجاج في الكعبة يعني، وكان عندهم الزنا حلال وكل حاجة، وكانوا يقولوا احنا أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هيجي الإعصار اللي قادم من الشرق اللي هم الأتراك السلاجقة، وهيهدموا الدولة البويهية، هيسيطروا على الكوفة ويدخلوا بغداد ويرجعوا للإسلام السني، ويهدموا القرامطة ويخشوا مكة والمدينة ودمشق ويهدموا كل هذا، وهيظلوا في صراع مع الحشاشين. وهيجي بعد كده ابنهم صلاح الدين الأيوبي اللي هو خريج المدارس النظامية، هيهدم الدولة الفاطمية في مصر. فتخيلوا حضراتكم لو الدولة الأموية لم تقم بفتوحات وتدخل الأتراك في الإسلام، كان الإسلام انتهى. ولو لم تدخل بربر في الإسلام كان الإسلام انتهى. فالدولة الأموية عملت حاجتين. عملت أمر معنوي، إن هي نشرت القرآن بصورة أصبح من المستحيل تحريفه، لا يمكنك جمع النسخ الخاصة بالقرآن بعشرات الألوف، وأصبح الحفاظ في كل العالم الإسلامي بفضل جهود الدولة الأموية وتجديدها وتعميمها ووضع المكافآت والمرتبات لذلك، وخاصة سيدنا الحجاج بن يوسف الثقفي وللعراق، لأن الدولة أسلمت له هذه المهمة. هم نشر الإسلام خارج حتى العواصم البغداد والكوفة ودمشق ومكة والمدينة، نشرت الإسلام إلى الصين وإلى باكستان فأصبح لما حتى سقط مركز العالم الإسلامي في يد السبائية أو الشيعة هؤلاء، ما استطاعوا القضاء على أطراف العالم الإسلامي اللي هي تعيد إحياء المركز مرة أخرى. طب الآن نشأت دول، عندنا دول سبائية مثلا مثل دولة إيران، دولة العراق، دولة سوريا، لبنان إلى حد ما، اليمن أيضا. فلدينا 5 دول سبائية تقوم بهذه العقائد حاليا. نأتي العصر الحديث. العصر الحديث كيف أصبح هذا دستور العالم كله؟ احنا كان عندنا 3 دول دينية بتستند في وجودها إلى فكرة إن احنا موجودين بنطبق شرع الله. كان في الدولة العثمانية اللي هم المسلمين السنة والخليفة، وبيطبق الشريعة الإسلامية، في الزنا ما فيش كذا إلى آخره. كان عندنا الكاثوليك، الإمبراطورية الرومانية، وهؤلاء ديانتهم محرفة، لكن بيقولوا احنا بنستند إلى احنا إمبراطورية رومانية مقدسة في بابا، والبابا هو اللي بينائب عن الله بتحريفاتها يعني. واللي بيكفروا الكاثوليك كان في الأرثوذكس اللي هم الروس. إذا كي نبيح الزنا والخمور وندخل إن مفيش جنة ولا نار والله غير موجود والإنجيل محرف إلى آخره، القرآن غلط إلى آخره، لابد نهدم الدول الثلاث. وهنا هتبدأ تنتقل بريطانيا. ركزوا إن بريطانيا دولة صغيرة، فكيف أمكن لدولة صغيرة بريطانيا إن هي تحكم أوروبا كلها وتحكم روسيا كلها وتحكم الدولة العثمانية كلها ومصر، يعني تصبح بريطانيا حاكمة العالم ومن بعدها أمريكا. تعالوا نبدأ بهدم الإمبراطورية الرومانية الكاثوليكية. كيف جرى هدمها؟ ظهر قسيس كاثوليكي اسمه مارتن لوثر، مولود عام 1843، الذي أسس المذهب البروتستانتي. مارتن لوثر استغل التناقضات الموجودة. المهم المسيحيون قبل مارتن لوثر ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يلعنون اليهود، يعني كما المسلمين الآن يلعنون أبو جهل وأبو لهب يعني. فكان النصارى المسيحيون يقولون اليهود قتلت المسيح، وهم في وفق لعقيدتهم توارث الذنب، يعني إذا كان جدك قتل جدي فأنت لابد أقتلك. كما إحنا كمسلمين بنؤمن إيه؟ إن العقوبة شخصية. جدك قتل جدي أنا ماليش دعوة، يعني أنا لا أتحمل وزر أبي قتل، أبي سرق، ماليش علاقة. لكن في المسيحية العقيدة متوارثة، الذنب متوارث. فكان المسيحيين يضطهدون اليهود. مارتن لوثر قال لا، نحن لابد إن إحنا نعيد تكوين العقيدة.
فقال إنه اليهود هم أخوال المسيح، وبل ألف كتاب المسيح ولد يهوديا فإحنا لابد نعظم اليهود، وأعاد الاعتبار للتوراة اليهودية. الكتاب المقدس المسيحي جزء منه نصه تقريبا التوراة والنصف الآخر الإنجيل، فالكتاب المقدس المسيحي التوراة والإنجيل معا. ما قبل مارتن لوثر كان ممنوع العامة، عامة المسيحيين يقرؤون الكتاب المقدس، فيه القسيس واحنا هنقرأ عليكم وخلاص، كما عند الشيعة الآن حاليا عند المسلمين، يعني الشيعة يفعلون هذا. الملالي بيقول لك الحلال والحرام وانت لا تقرأ قرآن ولا لك علاقة بأي حاجة، انت انسى نفسك. زي ما تدخل الكنيسة يا القس مثلا ده حلال حرام وخلاص، لا انت تفتح انجيل ولا غيره. فهو ماذا فعل؟ هو فتح الانجيل وراح طبع الانجيل ونشره وعلقه ووزعه. فهذا ادى الى انه المسيحيين يعرفوا دينهم ويعيد الاعتبار الى التوراة اليهودية، وان اليهود وبني اسرائيل هم شعب الله المختار. فهذا ادخل تغيير ضخم في الوعي المسيحي. يترتب على ذلك ان هذه الامبراطورية الرومانية هيبقى فيها مذهبين هيتقاتلان، يعني هتدخل في حالة من القتال والحروب الدينية هتدمر بعضها بعضا. العالم الكاثوليكي احنا خلصنا منه بسبب المذهب البروتستانتي. إذا الإمبراطورية أو الدولة الضخمة الكبيرة التي كانت تتحدث إن هي نائبة أو تمثل الوحي الإلهي دمرت، اللي هي الإمبراطورية الرومانية. وطبعا جرى تقسيمها يا جماعة، يعني أصبح في عندك دويلات. أنت لما تنظر لخريطة أوروبا هتجدها مقسمة كلها، لأنه فيما بعد هيجري اختراع فكرة القومية. إحنا شعب فرنسي، لا إحنا شعب ألماني، هم اختراع فكرة الوطنية. وهذا هو الذي سيسهل لفكر الصدوقيون أو الماسونيين أو للسبائيين أو البوليسيين أيا ما كان اسمهم فكرة السيطرة أو حكم العالم، وإن قانونهم ودستورهم يطبق في كل دول العالم. هؤلاء المسيحيين البروتستانت، المسيحية البروتستانتية هي خلط اليهودية بالمسيحية، فهي مسيحية تهودت، أو هم نصارى أو مسيحيين تهودوا، أو يهود تنصروا، مش فارقة يعني. هؤلاء أين سيتجهون؟ سيتجهون إلى بريطانيا. سيكون لهم نشاط حوالي 200 سنة ويستولون على الحكم في بريطانيا، وهيأسسوا الكنيسة البروتستانتية أو الإنجليكية اللي هي بتقوم على أن نحن الحكم البريطاني. اللي يدخل موقع على اليوتيوب ويكتب تنصيب ملكة بريطانيا باللغة الإنجليزية الملكة إليزابيث 1953 ويشاهد تنصيب الملكة، وإحنا قادمين في تنصيب الملكة تشارلز الحالي، هيجد أنه هو بيقول أنا أرعى شعب بني إسرائيل وليس شعب المسيحيين. فهو يتحدث عن إيه؟ فكرة الصدوقيين اللي هم الكهنة الصدوقيين اللي هم العلمانيين إلى آخره. لما هيسيطروا على الحكم في بريطانيا تصبح بريطانيا أصبحت قاعدة لهذه الإيه؟ العقيدة. طيب بريطانيا هيحصل إيه فيها في هذه الحالة؟ هتنشئ المحفل الماسوني، وده أول محفل ماسوني يا جماعة. المحفل الماسوني تأسس في بريطانيا 1717، أول محفل ماسوني. هنا المحفل الماسوني في بريطانيا. كل ما يقال إنه في محافل ماسونية قبل هذا غير صحيح، لا يوجد دليل مادي، ولا يمكن الحفاظ على دولة من عهد سيدنا سليمان إلى وقتنا هذا. الدولة الأولى لم تستطع أن تحافظ على نفسها، الإمبراطورية الرومانية، الإمبراطورية الرومانية المقدسة، المغول. فشيء طبيعي الفكر يحافظ عليه. يعني لما نيجي النهارده نقول الإخوان المسلمين هم امتداد للدعوة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم ليسوا امتداد لدولة الرسول. فالأفكار الماسونية هي أفكار كهنة بني إسرائيل الصدوقيون، اللي هي بتقوم على أساس إنه في إله وأنت تصرف في هذا الإله كاهن نوراني محارب النور، تسميه علي، تسميه محمد، تسميه، المهم يكون إله سلبي. يعني هم ما عندهمش، تسميه الشيطان مفيش مشكلة. يقول لك أنت كتدخل الماسونية تؤمن بوجود إله يسمونه الإله، ولكن ما يقولون اسمه وإله سلبي. وإحنا بقى الزنا حلال والخمور حلال إلى آخره. فأسسوا الإيه؟ الماسونية. الماسونية تأتي فكرة عبقرية، كيف نجعل بريطانيا الصغيرة تحكم العالم. فقالوا إحنا كي نفعل هذا لابد نخلي الكبار يصغروا. يعني إيه؟ أنت عندك الإمبراطورية الروسية ضخمة كده، إحنا ما نعرفش نحكمها، وهنا كاثوليك، إمبراطورية الكاثوليك، هنا إمبراطورية المسلمين. فقالوا إحنا هنصغر الكبار، فهنوجد فكرة القومية، فكرة الدم. وهي أصلا الكهنة الصدوقيون هي بيقومون على فكرة الدم، إن إحنا العائلة اللي بتحتكر الكهنة ومعنا أسرار الدين، وإحنا أحسن من باقي اليهود.
يعني لو يهودي آخر مهما يعبد ربنا إلى آخره، لا أنت الأقل منه. نفس فكرة الأشراف والأسياد التي أدخلوها في الإسلام، السبائية، أن أنا بقى من حفيد الحسين وأنا حفيد سيدنا علي وأنا حفيد فاطمة، أنا دمي أحسن منك، أنا دمي مقدس، دمك أنت نجس، أنت مولود كده، أبوك حقير وأمك حقير، مهما تحاول تعمل في نفسك تسلط سم أنا أحسن منك. فهنا في هذه الفكرة العنصرية النازية، ما هي النازية والعنصرية والقومية احنا النهارده نقول مثلا يقول لك القومية العربية احنا عرب. طب يا عم واحد كردي عاوز يعني عجبه العرب عاوز يعمل، لا احنا احسن منك بالميلاد. واحد تركي، لا احنا احسن منك بالميلاد. فكل هذه هي افكار السبائية. هم لما قالوا فكرة القومية قالوا ايه؟ قالوا خلاص الكيان القومية دي هيجعلنا نقسم اوروبا، هيبقى فيه قومية فرنسية فنقسم، وقومية برتغالية، وقومية اسبانية، وقومية ايطالية، وقومية نمساوية، وقومية المانية، وقومية بولندية، وقومية صربية. فكرة الدين هي فكرة توحيد، فكرة القومية فكرة تفتيت وتقسيم. كيف؟ الدولة العثمانية كما تشاهدون دولة ضخمة جدا. يعني الدولة العثمانية كانت تبدأ منين؟ من النمسا، وحتى في فترة سيطرت على أوكرانيا وسيطرت على هذه المنطقة. دولة إسلامية ضخمة جدا. طيب نحن، أنا هنتكلم بقى بلغة السبائيين، نحن السبائيين، نحن الصدوقيين من كهنة بني إسرائيل، إحنا هذه الفرقة، هذه المجموعة. نسبتنا كام في السكان المسلمين هؤلاء تحت أي مسمى آخر؟ نسبتنا 20%، لكن المسلمين 80%. فبالتالي إحنا لا وزن سياسي ولا عسكري ولا استخباراتي لنا في ظل الدولة العثمانية، وكان في الدنمة في الدولة العثمانية. ماذا نفعل؟ نوجد فكرة القومية، قومية عربية، قومية تركية. فهنقسم الأتراك 40% والعرب 40%. طيب والسبائيين كام؟ 20%. يبقى هنا أصبح فيه 3 مكونات، ويصبح السبائية اللي هم 20% إذا وضعوا في كفة العرب يغلبوا الأتراك، وإذا وضعوا على كفة الأتراك في ظل الصراع بين الطرفين يغلبوا. فأصبح السبائية الأقلية 20% هي رمانة الميزان، هي الكفة المرجحة، هي صانعة الملوك. وهذا ما جرى في خلع السلطان عبد الحميد، إن بقى في ألبان وفي أكراد وفي عرب وفي أتراك وراجعوا مذكرات طلعت باشا تدور حول هذه الفكرة تحديدا. طلعت باشا كان من السبائيين، وفكرته كلها تدور حول هذه المسألة، إن إحنا لابد نقسم الدولة العثمانية وفقا لفكرة القومية. طيب قسمنا الدولة العثمانية، عندنا 40% إيه؟ أتراك. طب ال 40% أتراك هؤلاء لو قسمناهم قوميتين كردية وتركية يبقى عندنا 20% أتراك 20% أكراد، وإحنا كسبائيين كام؟ 20%. يبقى إحنا إيه؟ بقينا إحنا ممكن نحكم الاثنين أصلا. طب لسه هنقسم الأتراك قومية أخرى، نقسم الأكراد زازا وكرمانجي وعراق وكردستان عراق، يعني حسب السوراني لغات أخرى. فأنت فكرة التقسيم ممكن تستمر فيها لفكرة القومية إلى ما لا نهاية. أنت ممكن تعمل من كل عائلة قومية. فهنا ما الذي حدث؟ بقي بريطانيا اللي هي مركز الماسونية أو مركز الكهنة الصدوقيون أو السبائية إلى آخره، هم حجمهم كما هو لم يزد، لكن هم جعلوا الأحجام الدول الأخرى صغيرة. وبالتالي ألمانيا تحارب فرنسا، فرنسا تحارب ألمانيا، النمسا تضرب في ألمانيا، إيطاليا تضرب في فرنسا، حرب فرنسية أسبانية برتغالية. أصبح الكل متشابك، وأصبحت بريطانيا هي كبيرة رغم أن هي دولة صغيرة. طيب هنأتي الآن على فرنسا، نهدم فرنسا لأن فرنسا كاثوليكية. طيب ما الذي حدث في فرنسا؟ حدث الثورة الفرنسية، نابليون بونابرت إلى آخره، وهي جاءت بإيه؟ بشعار اشنقوا أمعاء آخر قسيس بآخر جندي. يعني قتلوا القساوسة وذبحوا الكل المتدين، ذبحوهم ذبح، يعني عملية إبادة ومحاربة الكنيسة إلى آخره. وبعدين عملوا ثورة كما تشاهدون، لغوا المسيحية تماما وعملوا امرأة خلعت الحجاب، لأن المرأة الفرنسية بترتدي الحجاب. خلي بالكم أوروبا كلها المسيحية كان النساء بترتدي الحجاب حتى 100 سنة. اكتب على اليوتيوب مثلا باريس 1900 تجد النساء الفرنسيات كلهن محجبات. بريطانيا لندن 1900، نيويورك، ابحث على جوجل صور قديمة تجد على اليوتيوب كلهن محجبات، بس أصبح الحجاب عادة وليس فريضة مسيحية، يعني كحجاب أخلاق. هتجد المرأة غير محجبة والمرأة عارية الصدر.
اهي، واصبحت المراه هي التي تقود الرجل لعكس القوامه. ولذلك الامم المتحده بتحاسب الحكام الان. تعال انت عندك كم وزير امراه في الحكومه؟ عندك كم ضابط في الجيش امراه؟ عندك كم ضابط في المخابرات امراه؟ عندك كم ضابط في الشرطه امراه؟ عندك كم شيخ في الجامع او في الكنيسه او كذا؟ الشركات الخاصه بتعاقب. وانا شرحت ماذا حدث معي انا، استبعدوني كي يعينوا بنات اصغر مني سنا اصلا. فهي فكر قوامه المراه، لان هي في القران وفي الديانات المسيحيه واليهوديه قوامه الرجل، فهناك الايه قوامه المراه. فاصبحت المراه هي القائده كما تشاهدون، تمكين النساء والحركه النسويه اليساريه. ودي فرنسا هتوجد فكره القوميه، فهيجري اجتماع البشر بدلا من اساس الدين المسيحيه او اليهوديه او الاسلام الى اساس العرق، الدم الفرنسي. وهي رابطه متوهمه، لانه في الاخر القبائل الفرنسيه اتت من كل حضب وصوب واتصارت مع بعض يعني. اذا احنا خلصنا من الامبراطوريه الرومانيه، والان خلصنا من فرنسا، الان هنيجي على امبراطوريه المسلمين ونهدمها. وهنا كما تشاهدون خلع السلطان عبد الحميد عام 1909. هنا عملوا كراسو، هو محامي من الماسونيه، وهو من اليهود الصدوقيين او اليهود العلمانيين او اليهود الماسونيين، ومعه آخرين من اللي هم منتمين من نفس جماعة اليهود الصدوقيين. هؤلاء هم جماعة عابرة للأديان، عارفين الشركة العابرة للدول، فيعني متعددة الجنسيات عابرة للدول. فهم جماعة في اليهودية بيسموا نفسهم احنا اليهود الصدوقيين، في المسيحية بيسموا نفسهم بولس، وسيطروا ذبحوا المسيحيين الأريوسيين اللي هم المسلمين، يعني اللي كانوا مسيحيين موحدين قبل الإسلام. في الإسلام سموا نفسهم السبائية، وسموا نفسهم شيعة علي بن أبي طالب، وهكذا. خلاص، والآن بقى أصبح اسمهم الماسونية، لكن هي إيه؟ عقائد واحدة لمسمى واحد. وخلعوا السلطان عبد الحميد، وبالتالي سقطت الدولة العثمانية، وبالتالي عبد الحميد آخر سلطان مسلم يمثل الوحي الإلهي أو يمثل امتداد لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي الآن الإمبراطورية الروسية اللي هي بتمثل المسيحية الأرثوذكسية، أيضا جرى هدمها في الثورة الشيوعية عام 1917 على يد لينين وغالدته يهودية، لكن هو شيعي ملحد. ما احنا قلنا الكهنة الصدوقيين ناس ملاحدة أصلا، بيقولوا لا في يوجد جنة ولا نار ولا صلاة ولا حاجة. ما هو ده فكر لينين. ولين شيوعي، إن الزوجات بالتشارك، ما فيش حاجة اسمها حلال ولا حرام ولا أخلاق ولا غيره، وإن الممتلكات كلها مشتركة. وهذا فكر القرامطة اللي عندنا في اللي أقاموا دولة في العالم الإسلامي، نفس اللي احنا قرأناه في بداية الحلقة. والشيوعيين لما حكم مرسي عملوا ايه؟ عملوا تمثال لامرأة، تعالوا نقرب كده صدرها، اهي حضراتكم، عارية الصدر، عارية البطن، عارية الذراعين، غير محجبة. والمرأة الروسية يا جماعة محجبة، المسيحية يعني حتى عام 1900. لكن الشيوعية ماذا فعلت هنا؟ فهتجد انه لما عملوا الثورة الفرنسية قال لك المرأة عارية الصدر. طب لما عملوا الثورة الروسية الشيوعية، ودي فرنسا وروسيا، لكن عارية الصدر. طب القرامطة والحشاشين لما حكمونا وكذا، قال لك المرأة تبقى عارية عادي. هذا ما كان في الماسونية، هذا في الأفلام، في المسلسلات إلى آخره كما تشاهدون. وهنا خروج المرأة من بيتها، أهي المرأة هتخرج تشتغل بالمنجل. يعني المرأة بعد ما كانت في البيت بتعمل طبيخ أمور بسيطة، لا هتشتغل في الحقل وتحش البرسيم والقمح وتحت الشمس. تعذيب المرأة، لأنه في الإسلام تكريم المرأة، أن المرأة لا تجبر على عمل لا تستطيعه. يعني لا يجوز أن المرأة تمسح في الشارع، تشتغل في الثلج، أو تتعب في الغيط، أو كل هذا ممنوع في الإسلام. والمرأة ليست مسؤولة من نفسها، يعني لابد في حد ينفق عليها. يعني لا يجوز إجبار المرأة على العمل على الإطلاق، في الإسلام حرام. إما أبوها يصرف عليها، زوجها، أخوها، عائلتها. إن لم يكن لها أحد، الدولة تعطيها مرتب. لو المرأة دي ليس يعني مقطوعة، الدولة تعطيها مرتب، لكن لا يجوز يقول لها احنا وفرنا لك فرصة عمل. هذا ممنوع في الإسلام. إذا هي بقى عاوزة تخرج تعمل في عمل يناسب طبيعتها، ماشي خلاص. لكن هنا هنجد أن المرأة جرجرتها في الخارج من خلال طبعا قوانين تشجع على الطلاق، وأن المرأة تصبح جعانة وليس لديها أموال، فتضطر هذه المرأة أن هي بقى تعمل أي حاجة. فبنشاهد ما يجري الآن في الشوارع إلى آخره. يعني هتجدوا عندنا في مصر هذا تمثال اسمه تمثال نهضة مصر، وهتجدوا ان هو بيقول ايه، احنا لسنا مسلمين، احنا فراعنة. يعني ما رجعش لصلاح الدين الايوبي ولا قطز، لا، رجع للوثنية. طيب والمرأة هنا ايه؟ بترفع الحجاب، بتخلعه، ومفتوحة الصدر كما تشاهدون.
طبعا هو راعى انه ده مجتمع مسلم فلم يعني يرغب في تحديه اكثر من ذلك. وهتجده في الحرب العالمية الثانية برلين، هنا برلين 1945 بيجري تعليق علم الشيوعية اللي هو علم الإلحاد. والثورة الشيوعية أسسها ماركس كان من اليهود الصديقيين اللي هم الملاحدة، وإنجليز المفكر الشيوعي، واللي هي الآن الصين، ما هي الصين شيوعية بتقوم على الماركسية. وحتى اليوم فنزويلا وغيرها واليسار في العالم كله، واليسار الحين بيحكم العالم، بيحكم الإعلام يعني، ونتفليكس تمجيد الشيطان. فهتجدون لما هزمت النازية بقى جزء منها مسيحي على جزء شيطاني على جزء يعني خليط يعني. اكتب على اليوتيوب صور مشهور الدين الباطني، هتلاقي شرح تفصيلي لهذه المسائل يعني. طيب لما هؤلاء هيسيطروا على العالم هيحصل ايه؟ طيب بصوا هنا في كتاب البدء والتاريخ في فقرات اخرى عن انه اللي يخالف هذه الافكار هو كافر، دار كفر، زي افغانستان دار كفر، وانه يجب السكوت للتقية والمضاراة الى اخره يعني. مش عايز عشان ما نطولش في الحلقة اكثر من ذلك. هنا بيتكلموا مثلا عن مسألة النور والظلام والنور العلوي والنور الشعشعاني، ده في فرق السبائية. لذلك هتجد الرئيس الامريكي بايدن قال ايه؟ ماذا قال عن افغانستان؟ قال مكان نسيه الله. هو ما قالش الله، هو قال نسيه الاله. الترجمة غلط يعني. اللي هو محارب النور يعني، اللي هو ايه؟ محارب النور في الاخر هو الشيطان اصلا، خلي بالك. لذلك لما الشيعة، لما هؤلاء السبائية قالوا سيدنا علي في السحاب الى اخره، البخاري رد عليهم بحديث عن واحد اسمه زر بن حبيش. زر بن حبيش محبوب عند الشيعة، فرد عليهم وقال لهم زر بن حبيش بيقول انه اللي الرسول رأى في السماء هذا كان سيدنا جبريل، اللي هو مذكور في القرآن الكريم، وليس سيدنا علي ولا حاجة يعني. المهم فلذلك هو لماذا؟ لأن أفغانستان هي الدولة الوحيدة اللي تخضع لهذا الدستور حاليا. طيب احنا الآن أنا عملت حلقة من قبل عن إثبات عبد الله بن سبأ وقتل عثمان بن عفان، فاكتب على اليوتيوب صور مشهور عبد الله بن سبأ. أنا ذكرت السبائية ومراجعهم إلى آخره، هذا في كتاب الرستبشية الشيعة النصيرية، الرسالة الرستبشية للحصيبي، ده من مؤسسي الديانة النصيرية، وهو بيتكلم صفحة 245 عن عبد الله بن سبأ وأن هو مقدس عندهم وأفضلهم سيدهم عبد الله بن سبأ. هنا ضرع عبد الله بن سبأ في سوريا، هنا مقام سيدنا عبد الله بن سبأ ده للشيعة النصيرية في قرية قيلمون، ده يا جماعة على الفيسبوك. فهناك جماعة بشرية بتقدس عبد الله بن سبأ. أنا لا أريد أن أكرر، أنا كنت وضع شرائع أخرى عن ما يثبت عقائد السبائية بالتفصيل، لكن الوقت طال، فأنا سأخصص حلقة أخرى بإذن الله إن شاء الله، ربنا كتب لي العمر، عن كيف أسس عبد الله بن سبأ العقائد الشيعية. كل العقائد التي تقال الآن عند مراجع الشيعة في العراق وإيران هي مأخوذة من عبد الله بن سبأ رأسا وبالدليل وباعتراف الكتب الشيعية نفسها. بس نخصص حلقة أخرى لذلك. هنا فكرة السبائية وكيف ادعوا أن هم أهل البيت وأن هم مذهب أهل البيت إلى آخره. وهم في البداية ألصقوا نفسهم بسيدنا علي بن أبي طالب، إحنا بنحب سيدنا علي وإحنا كذا، وشتموا في يزيد وإلى آخره. طيب وبعدين هم بيكرهوا سيدنا الحسن جدا لأن سيدنا الحسن سلم الحكم لسيدنا معاوية، وبيحبوا سيدنا الحسين لماذا؟ لأنه وقف ضد سيدنا يزيد. خلاص؟ طيب لما الحسن والحسين يموتوا يعملوا إيه؟ هيروحوا ينتسبوا لابن سيدنا علي الثالث اسمه محمد بن الحنفية، هيتبرأ منهم، فيقولوا هو بيستخدم التقية وبيكذب وكذا، هيبدأوا يكذبوا، وبعد ذلك هينسبوا نفسهم لإبراهيم. يعني هم هيبدأوا يبحثون، يعني مثلا نسبوا نفسهم لجعفر الصادق. جعفر الصادق الشيعة الجعفرية يتبرأ منهم، فيقولوا إنما يتبرأ منا لأنه يخاف من الدولة العباسية. المهم جعفر خلف عيل اسمه إسماعيل، إسماعيل مات دون أن ينجب ولم يتزوج، فالسبائية نسبوا جزء منهم نسبوا نفسهم لهذا إسماعيل. في الآخر هيجي محمد المهدي وهذا لم يولد، اللي هو بتقوم على عقيدته الشيعة الاثنى عشرية. وأنا مش فيش وقت إن أنا أقعد أفسر في أكثر من هذا، ممكن نخصص حلقة بالتفصيل، لكن هي كلها فرقة واحدة، ولكن كأي جماعة بشرية بتنقسم. يعني ما المسلمين السنة أصبح منهم الحنفية والمالكية والشافعية وهكذا، المسيحيين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس إلى آخره، واليهود هكذا. يعني طبيعة البشر الانقسام، هنعمل إيه؟ ماذا نفعل يعني؟ فالشيعة السبائية هم فرقة واحدة تشظت، جماعة ينسبوا نفسهم لهذا وجماعة ينسبوا نفسهم لهذا. ولما كانوا أحياء يتبرؤون منهم كانوا يقولون إنما يخشون من الدولة الأموية وبعدها الدولة العباسية. طيب في كتاب الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير
ده باكستاني وقتلوه، فجروا فيه قنبلة في ندوة. وهو فيه تفصيل كثير جدا للعقائد السبائية بالتفصيل لمن يريد الاستزادة يعني. ختاما نعود لهذه الصورة التي تلخص كل ما قلناه. هنا المسجد اللي هو ايه؟ عبادة الله. تمام؟ وطبعا قبة الصخرة من اللي بناها؟ الدولة الأموية، فتستحق اللعن 60,000 مرة يعني. طيب، وهنا النجمة رمز عبادة الشيطان. تمام؟ متى أمكن رفع النجمة اللي هي علم الشيطان على المسجد بتاع ربنا؟ متى؟ لما جرى إسقاط كل الدول التي تنتسب إلى الوحي الإلهي. إسقاط الدولة العثمانية اللي تمثل المسلمين، إسقاط الدولة الروسية الأرثوذكس اللي يمثلوا المسيحية الأرثوذكسية، إسقاط الدولة الكاثوليكية اللي هي أوروبا الغربية، وهكذا. لما جرى إسقاط كل هذا وتفتيته وإدخال فكرة بدل الاجتماع البشر تأسيس دولة على أساس الدين، لا يجب تأسيس على أساس فكرة الدم والعرق والقومية، أمكن في النهاية أنه ترفع النجمة اللي هي بترمز لاستحضار الشيطان وتقديس الشيطان، ليرفع فوق المسجد كما تشاهدون، ويسب سيدنا معاوية وسيدنا يزيد. وفي النهاية القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. والآن في أمريكا بالفعل أسسوا بالفعل كنائس للشيطان، وعندنا نتفليكس لعبادة الشيطان. وحتى في إسرائيل يعني بيقولوا في حرب أهلية قادمة بين اليهود وبعضهم البعض، اليهود الصدوقيين مع اليهود الفريسيين، وأمريكا بتضع اليهود الفريسيين على قائم الإرهاب مثلهم مثل المسلمين. فمش فكرة إنك يهودي، لا، هي فكرة أنت مين. ولذلك حتى في يهود في هندوراس طردوهم لأنه نساءهم محجبات إلى آخره يعني. طيب، في الختام هنا كتاب القرامطة، أرجو الاستماع لهذا الكتاب. وفي كتاب الحشاشين أيضا موجود على اليوتيوب، اسمعوا، بس هنا اسمعوا كتاب القرامطة. إنه الدعوة السبائية تبدأ بلعن يزيد. يعني لما تحب تجعل أحد يخرج من الإسلام، ابدأ بشتم سيدنا يزيد رضي الله عنه ابن سيدنا معاوية الذي قتل في عهد سيدنا الحسين. ويزيد كان رجل فاهم سياسة صح، وسيدنا الحسين الشيعة يعني أو السبائية غرروا به، وفي الآخر يعني هو الدولة الأموية لم تأمر بقتله أصلا يعني. المهم، هذا موضوع نخصص له حلقة بالتفصيل بإذن الله إن شاء الله. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة وضحت، وأرجو الاستماع إلى كتاب القرامطة. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناتي على التليجرام. وبإذن الله إن شاء الله نخصص حلقة عن الكتب اللي احنا الوقت لم يتسع أن نعرضها الآن، عن العقائد السبائية بالتفصيل. وهنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.